مدائن إسلامية. اسطنبول. تأليف أحمد سويلم. دار نشر سفير للنشر والتوزيع، بصوت كريم الغزولي. صديقنا عبد الله أحد أبطال السباحة للناشئين. إنه يجد متعة كبيرة وهو يقاوم الماء ويصل إلى نهايات السباق ويحصل على الجوائز المختلفة. وهذا العام فاز عبد الله وفريقه في مسابقة الناشئين، وكانت الجائزة السفر مع أصدقائه الفائزين إلى اسطنبول بتركيا لمدة 10 أيام. ظل عبد الله ينتظر يوم السفر ويقضي وقته في القراءة عن هذا البلد الذي له تاريخ طويل، وأخذ يتصور نفسه وجها لوجه أمام هذا التاريخ العريق وهذه الآثار التي تملأ هذا البلد. كانوا 10 فتيان أحدهم عبد الله، وها هم يصلون إلى مطار اسطنبول، فيجدون من يستقبلهم ويسلمهم برنامج الزيارة وكتيبا صغيرا عن تركيا. وبعد استراحة قصيرة في الفندق، يركب الجميع سيارة صغيرة ومعهم المرافق الذي يتحدث اللغة العربية بطلاقة. رحب المرافق بالضيوف، ثم بدأ يعرض لمحة تاريخية موجزة عن اسطنبول. يذكر التاريخ أنه كان في موقع اسطنبول مدينة صغيرة تسمى بيزنطة، تقع على 7 تلال وتحدها المياه من ضلعيها، حيث يمتد في شمالها الغربي ميناء طويل مقوس يسمى القرن الذهبي، وإلى الجنوب الغربي يقع بحر مرمرة، وبين البحرين يجري مضيق البوسفور. ثم استولى على هذه القرية الإمبراطور الروماني قسطنطين الأول طمعا في موقعها الجغرافي الممتاز، وأعلنها عاصمة له عام 330 ميلادية. ويجمع قسطنطين مستشاريه وكبار مهندسيه ويتحاور معهم. هذه بيزنطة الساحرة، العاصمة الجديدة للإمبراطورية، وهذا هو الفتح العظيم والنصر الكبير، فماذا ترون؟ ويطلب كبير مستشاريه الكلمة ليقول: سيدي الإمبراطور، لقد آن الأوان ليصبح اسم هذه العاصمة القسطنطينية نسبة إليكم. ويصيح الجميع ويهللون: موافقون موافقون. ويطلب كبير المهندسين الكلمة ليقول: أرى يا مولاي أن العاصمة مهددة من كل جانب، وأرى أن نقيم حولها سورا حصينا، وتظل مدينة القسطنطينية 1100 عام عاصمة للإمبراطورية الرومانية الشرقية وخط دفاع حصينا لهذه الإمبراطورية. ويأتي القرن 13 الميلادي 7 الهجري، حيث كان يعيش في مرتفعات الأناضول بعض قبائل من البدو الرحل يعرفون بالترك، وفي أحد الأيام كان جماعة منها تجوب المكان القريب من أنقرة، فشاهدت معركة تدور في سهولها بين فئتين، فتقدمت هذه الجماعة وناصرت الفئة الضعيفة حتى انتصرت. ولحسن الحظ كانت هذه الفئة تتبع السلطان السلجوقي علاء الدين الكبير، فأراد أن يكافئ مقاتلي عشيرة قاي التي كان يقودها أرطغرل بيك، والتي تسببت في انتصاره. قال السلطان السلجوقي لأرطغرل: أشكر لكم ما بذلتموه من أجلنا، ومن واجبنا أن نكافئكم. قال أرطغرل: إن ما فعلناه هو الواجب يا سيدي. فكافأهم السلطان بأن منحهم منطقة واسعة من أملاكه مكافأة لهم على ما فعلوه، وكانت هذه نقطة البداية في تأسيس الدولة العثمانية. ونرحل مع أحداث التاريخ حينما بدأت الفتوح الإسلامية خارج الجزيرة العربية، وكان أعظم محاولات المسلمين لفتحها على عهد معاوية بن أبي سفيان وسليمان بن عبد الملك، حيث حوصرت القسطنطينية عام 34 هجرية و654 ميلاديا في عهد عثمان بن عفان، لكن أسوارها المنيعة حالت دون سقوطها. وفي عهد قسطنطين الحادي عشر الذي حكم عام 852 هجرية 1448 ميلاديا، بلغت الدولة الرومانية منتهى الضعف والانهيار، حيث انصرف هو إلى ملذاته الخاصة مهملا الإصلاح، مما جعل السلطان العثماني محمد الفاتح يجتهد في فتح القسطنطينية،
فأعد العدة وبنى قلعة في مواجهة أسوار العاصمة الرومانية. ولم تمض 3 أشهر حتى تم بناء القلعة وأطلق عليها رمل حصار. وبدأ الحصار الفعلي عام 857 هجرية 1453 ميلادية، حين طلب محمد الفاتح من الإمبراطور تسليم المدينة للعثمانيين، متعهدا باحترام حياة سكانها وممتلكاتهم حقنا للدماء ورحمة بالسكان. لكن الإمبراطور قسطنطين الحادي عشر رفض ذلك الطلب. وبدأ الحصار الفعلي عام 857 هجرية عام 1453 ميلاديا، حين طلب محمد الفاتح من الإمبراطور تسليم المدينة للعثمانيين، متعهدا باحترام حياة سكانها وممتلكاتهم حقنا للدماء ورحمة بالسكان. لكن الإمبراطور قسطنطين الحادي عشر رفض ذلك الطلب. ويصمت المرافق قليلا عن مواصلة الحديث، فالسيارة تمر الآن بمكان تكسوه الخضرة والهدوء والهواء النقي ومظاهر الجمال. لكن عبد الله أراد أن يقطع هذا الصمت بسؤال: أريد أن أعرف يا سيدي كيف كان تخطيط مدينة القسطنطينية في آخر عهدها الروماني؟ أجاب المرافق: كانت المدينة مثلثة الشكل، جانب منها على بحر مرمرة، وجانب آخر على ميناء القرن الذهبي، والجانب الثالث يقع في الجهة الغربية ويصل المدينة بأوروبا. وكان السور الذي يربط بين الجوانب الثلاثة مدعوما بأبراج طولها 60 قدما، وكان ارتفاع السور نفسه 25 قدما تقريبا. وكان هناك سور داخلي آخر، وبين السورين فضاء كبير. وكان للسور الخارجي أبواب كثيرة، أهمها باب أدرنة، باب المدفع، الباب العسكري، الباب الذهبي. واستطاع محمد الفاتح أن يهدم جزءاً من السور الخارجي، وذلك بواسطة المدافع الضخمة التي كانت معه. كما حاولت بعض السفن العثمانية اقتحام مدخل ميناء القرن الذهبي في معركة شديدة عنيفة. وبعد كر وفر واقتحام وتجميع للقوى، استطاعت القوات العثمانية اقتحام المدينة، وتدفقت جموع الترك كالسيل الجارف. كانت فرحة السلطان العثماني لا توصف عندما كان يطوف بالمدينة. لقد ترجل عن جواده وسار مع جنوده في الشارع الذي يؤدي إلى كنيسة آيا صوفيا، وقصد السلطان أحد أبواب الكنيسة، وكان بابا منيعا حصينا، فوجده مغلقا. فلما علم الراهب بمقدم السلطان أمر بفتح الباب على مصراعيه، وذعر من في الكنيسة، لكن الفاتح أنهى هذا الذعر بقوله: استمروا في صلاتكم، فلم نأتي هنا لإيذائكم، وسوف نحميكم في دينكم وحياتكم. وسجد الفاتح مرة أخرى يشكر الله ويحمده على هذا الفتح المبين، وأمر أحد المؤذنين أن يؤذن للصلاة، فصعد منبر الكنيسة وأذن للصلاة لأول مرة، لتصبح كنيسة آيا صوفيا مسجداً جامعاً من أعظم مساجد الإسلام، وما زال حتى اليوم يعرف بجامع آيا صوفيا. كان الإيمان يعمر قلب الفاتح، فسلك سياسة التسامح والرأفة، وأمر رجاله وجنوده بحسن معاملة الأسرى، وفدى عدداً منهم بماله الخاص. وقد أرسل الفاتح بهذا الفتح إلى بلاد المسلمين، فعم الفرح والابتهاج الجميع. وتعلن الدولة العثمانية اتخاذ القسطنطينية عاصمة لها، ويطلق عليها إسلامبول، أي مدينة الإسلام أو دار الإسلام، ثم حرفت إلى اسطنبول أو اسطنبول أو اسطنبول، وكلها ترجمة لكلمة تدل على المكان الذي تتجلى فيه عظمة الإسلام. وفي القرن الثالث عشر الهجري 19 الميلادي سميت الأستانة باعتبارها مقراً للباب العالي، حيث تصدر عنه الفرمانات السلطانية. وتعني الأستانة بالفارسية الهدوء والسلام والإسلام. وكانت السيارة التي يركبها الأصدقاء قد وصلت إلى قلب اسطنبول. ويلاحظ عبد الله أن الآثار الموجودة في المدينة بعضها بيزنطي روماني، وبعضها الآخر عثماني إسلامي. ويقودنا المرافق إلى مسجد السلطان أحمد الأول، أو ما يسمى بالجامع الأزرق، لأن جدرانه من القيشاني الأزرق والأخضر. ويندهش عبد الله لفخامة المسجد وروعة بنائه وكثرة مآذنه. ويلاحظ المرافق هذه الدهشة على وجه عبد الله، فيلاحقه بقوله:
أرى أنك مندهش يا عبد الله. فعلا فعلا يا سيدي، فهو مسجد في حجم القلعة، ويبدو أنه المسجد الوحيد الذي له 6 مآذن. ويبتسم المرافق قائلا: هذا صحيح يا عبد الله، إنه مسجد يدل على معجزة في البناء. حينما أمر الخليفة بتشييد 6 مآذن للمسجد، أمر بإضافة مئذنة سابعة للحرم المكي، وذلك لتمييزه عن غيره من المساجد. وفعلا انتهى بناء المسجد، وأقام المهندس له 6 منارات أو 6 مآذن و260 نافذة، وحوالي 400 ألف قطعة قيشاني أزرق. ثم يقودهم المرافق إلى هذا الأثر البيزنطي الإسلامي معا، كنيسة آيا صوفيا التي دخلها محمد الفاتح وحولها إلى مسجد. ويعود بناء هذه الكنيسة إلى عام 537 ميلادية على أيدي الإمبراطور البيزنطي غوستينيان، وهي تدل على إعجاز في البناء أيضاً، لكنها تحولت الآن للأسف إلى متحف كبير. وندخل المتحف لنقرأ لوحات جميلة بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولوحات أخرى بأسماء الخلفاء الراشدين، ونجد القبلة الإسلامية والمنبر الإسلامي والنجف الإسلامي. ويصحبنا المرافق إلى المسجد السليماني نسبة إلى السلطان سليمان القانوني، وقد تم بناؤه في عام 965 هجرية وعام 1557 ميلادية على أيدي المهندس المعماري الكبير سنان باشا. وهو مسجد عظيم تفوق في بنائه وتصميمه على مسجد آيا صوفيا، حيث يمتاز بسعته وارتفاعه وتفرده بمجموعة من المآذن التي بلغت حد الروعة في جمالها وتناسقها. ويوجد في نفس المنطقة مكتبة السليمانية التي يحتفظ فيها بمجموعة نادرة من نسخ المصحف الشريف، مدونة على جلد الغزال، يعود بعضها إلى زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ويصحبنا المرافق إلى مساجد أخرى من مساجد اسطنبول، مثل مسجد بايزيد ومسجد السلطان سليم. وفي ضاحية أخرى من اسطنبول يزور الأصدقاء آثار مسجد قديم يعرف بمسجد أبي أيوب الأنصاري، ويسأل عبد الله عن قصة هذا المسجد، فيقول المرافق: قبيل فتح مدينة القسطنطينية بقليل، اكتشف الجنود موقع قبر الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري، أحد قادة الجيش الإسلامي الذي زحف على المدينة في عهد معاوية بن أبي سفيان. وحينما مات أبو أيوب دفن على مقبرة من السور، حيث بني مسجد فوق قبره. وهنا قاطعه عبد الله: وهذا يدل على الاهتمام والوفاء للصحابة رضوان الله عليهم. قال المرافق: طبعا طبعا، وأكثر من هذا يا عبد الله، أن السلطان العثماني كان حينما يتولى العرش يذهب في موكب رسمي حافل إلى هذا المسجد، حيث يتقلد مهام الحكم ويتسلم السلطنة ويصلي تقربا إلى الله. ويشاهد الأصدقاء بجوار المسجد بقايا السور القديم الذي أقامه قسطنطين، ويسأل عبد الله مرافقه عن أثر اسطنبول في الثقافة الإسلامية، ويجيب المرافق: كانت القسطنطينية مركزا للتراث الروماني والإغريقي، وحينما دخلها الإسلام أصبحت اسطنبول قبلة للعلماء، كما اتسعت ممتلكات الدولة العثمانية. وقد قام السلطان محمود الثاني بتشجيع العلم والعلماء، وقام بدوره في دعوة الكثير من العلماء لزيارة اسطنبول والتحاور حول القضايا الإسلامية. ولا يمكننا أن ننسى السلطان عبد الحميد الثاني ودعوته إلى فكرة الجامعة الإسلامية، ودور المفكر الإسلامي جمال الدين الأفغاني في التحمس والدعوة لهذه الفكرة، مما أحدث في العالم الإسلامي ازدهاراً فكرياً ملحوظاً. ويتوافد على اسطنبول علماء الإسلام من كل مكان ليؤكدوا الإيمان بهذه الدعوة من خلال أفكارهم. لقد كانت اسطنبول ملتقاً للأدب والشعر والفن والدين والفقه، وكان السلاطين العثمانيون يشجعون ذلك بقدر طاقتهم. ويتوقف المرافق عن الحديث، وتسود فترة صمت، ثم يستأنف حديثه: سوف نذهب الآن يا عبد الله لأؤكد لك ما أخبرتك به من تشجيع العلم والعلماء ومن الاهتمام بالآثار الإسلامية. قال عبد الله: إلى أين يا سيدي؟ قال المرافق: إلى الباب العالي. قال عبد الله: ماذا؟ لقد قرأت في كتب التاريخ أن الباب العالي يرمز إلى قصر الحكم الذي تصدر عنه الدساتير والفرمانات والأوامر السلطانية. تبسم المرافق قليلاً.
نعم نعم، إنه قصر الحكم في زمن السلاطين، ومعناه بالتركية توب قابو سراي، وقد أصبح متحفا كبيرا يضم الآثار النفيسة على مدى العصور الإسلامية. ويصل الأصدقاء إلى توب قابو سراي، ويواصل المرافق شرحه للمتحف. إنه يضم معروضات من جميع البلاد الإسلامية التي كانت تضمها دولة الخلافة العثمانية. من أين نبدأ زيارة هذا المتحف؟ إنه شيء محير حقا، فلنبدأ بالقاعة التي تضم مخلفات السلاطين من آل عثمان: الأزياء العسكرية، الدروع، السيوف، الأحذية والخوذات والنياشين، المباخر، العروش السلطانية المطعمة بالذهب والعاج والصدف والفيروز، الأسرة، الصحاف الصينية الخزفية، الشمعدانات، الساعات، وآلاف المخطوطات العربية والإسلامية والفارسية والتركية والهندية، تحكي رصيداً ثقافياً لأمة الإسلام في جميع العلوم والمعارف. ويستأنف الأصدقاء رحلتهم داخل المتحف، ويدخلون الآثار الإسلامية. هذا نموذج الكعبة المشرفة وعليها كسوتها، وهذا هو الإطار الذهبي للحجر الأسود، وأسلحة الخلفاء الراشدين إلى غير ذلك من الآثار الإسلامية المقدسة، من مصاحف وآيات قرآنية ونقوش ومشكوات. وينتقلون إلى قاعة خاصة تعرض ماسة نادرة، ويسأل عبد الله عن هذه الماسة فيقول: إنها ماسة نادرة فريدة في العالم كله، يبلغ وزنها 86 قيراطا من الماس. ويقضي الأصدقاء في المتحف وقتا طويلا بين التاريخ والحضارة الإسلامية وكل ما يتصل بالدولة العثمانية. ثم يقوم الأصدقاء بزيارة قلعة روملا حصار، وهذه القلعة هي التي أقامها محمد الفاتح في مواجهة القسطنطينية، وتقع على الضفة الآسيوية من المدينة. وأخذوا يتمثلون الأحداث التي جرت لفتح وسقوط هذه المدينة الحصينة. ويعود الأصدقاء إلى الفندق، ويخصص يوم لزيارة المعالم العصرية الجميلة التي تشتهر بها اسطنبول، ومنها الجسر المعلق بين قارتي آسيا وأوروبا، ويعرف باسم غالاتا. وقد أقيم هذا الجسر عام 1392 هجرية وعام 1972 ميلادياً، على دعامتين فقط في كلا الشطين، ويرتفع عن الماء بمسافة 45 متراً تسمح بمرور أي حجم من السفن والبواخر. ويأخذ الأصدقاء باخرة تنقلهم إلى مجموعة الجزر عبر البوسفور، ويتجمع الأصدقاء على جانب الباخرة ليشاهدوا أحد المساجد الإسلامية ذات الطراز المعماري المتميز. ويسأل أحدهم مرافق الفوج عن اسم هذا المسجد، فيرد عليه قائلا: إنه مسجد دولما باشا. وفي الطريق شاهد الأصدقاء جزرا كثيرة، وكان من أهمها جزيرة بايوك أضا، وهي أكبر الجزر. ويلاحظ الأصدقاء أنها خالية تماما من التلوث ومن السيارات، وينتقل الناس فيها في مركبات تجرها الخيول، بحيث أصبحت مكانا سياحيا جميلا مملوءا بالخضرة والمناظر الخلابة. وكان اليوم الأخير مخصصا لزيارة مركز أبحاث التاريخ والفنون والثقافة الإسلامية في اسطنبول، وهذا المركز تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. ويشمل المركز مكتبة تحتوي على عدد كبير من المراجع حول الثقافة الإسلامية بأكثر من 20 لغة، كما يشمل وحدة حديثة للكمبيوتر للتوثيق والإعلام. ويشهد الأصدقاء علماء الإسلام يفدون إلى هذا المركز من كل مكان، ويتبادلون الآراء والأبحاث العلمية والأكاديمية التي تؤكد الثقافة الإسلامية ودورها في العالم المعاصر. كما يصدر المركز مجلة فصلية حول تاريخ البلاد الإسلامية والجامعات والمتاحف في كل مكان إسلامي. ويمتلئ الأصدقاء بالسعادة الغامرة لهذا الدور الذي تقوم به اسطنبول من أجل نشر الثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي. هذه المدينة جميلة تهدى إلى العيون، منارة الإيمان واليقين، مدينة الإسلام والحصون، طيبة الثمار والغصون، ليس لها في حسنها قرين. أعطت إلى الإسلام باليمين علما، فكان عقدها الثمين، وكان فيها حبلها المتين، وكان فيها قلبها المصون. إن غابت الشمس عن العيون لاحت بوجه ناصع الجبين، تفاخر الدنيا بصدق اليقين.